الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي أحسن حال. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا وجبار جدا جدا. زهقنا من أكل اللحمة والفراخ وعايزين حاجة جديدة واقتصادية، وكمان طعمها خيالي. صح ولا أنا غلطان؟ طب ايه رأيكم لو قلت النهاردة نعمل طبق حكاية طعمه هيخليك تقولي الله ايه اللذاذة دي؟ والاهم من كده انه مش محتاج ولا لحمة ولا فراخ، يعني هنوفر وهناكل اكلة تفتح النفس. اكلة لذيذة قوي قوي، تحضريها اسهل مما تتخيلي، ومكوناتها موجودة في كل بيت. يا ترى ايه هي الاكلة السحرية دي؟ يلا بينا بسرعة نشوف المكونات والخطوات. بس قبل أي حاجة دوسي لايك عشان الفيديو يوصل للكل حبايبنا، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان ما يفوتكش أي أكلة هنية جديدة. يلا بينا نبتدي. عندنا عدس بجبة، وعندنا رز بسمتي، وعندنا جزر، وعندنا شعرية، وعندنا فلفل ألوان، وعندنا بصل. دي كل المكونات اللي احنا هنشتغل عليها. بس هناكل أكل. هناخد العدس ده ونروح نسلقه نص سلقة، ما نخليش يستوي. وناخد الرز البسمتي ننقعه شوية. وبعد كده هنيجي ناخد البصل نقطعه صغير قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصل اخضر، مش هنستعمل البصل الكبير، هنستعمل بصل اخضر. هنقطعه بالشكل ده. وكده خلصنا التقطيع. هنيجي بعد كده نروح نشيله في بولة ونروح على البوتاجاز. نحط حلة ونحط فيها معلقة سمنة وعلى شوية زيت، ونحط فيها الشعرية. أول حاجة هنبتدي بيها الشعرية. نحمر الشعرية بتاعتنا لحد ما تاخد اللون اللي هو احنا متعودين عليه، زي لما بنعمل الرز بالشعرية. هنقلبه ولحد ما يحمر معانا. نحط عليه صلوا على الحبيب وقلبك يطيب. دي البداية بتاعتنا احنا، زي ما قلنا دي الشعرية اللي هنبتدي بيها. الطبق ده كله فوائد، يعني فيه الجزر وفيه البصل، وهنحط البصل وهنحط الفلفل دلوقتي على الشعرية، ونبتدي نقلبهم لمدة دقيقتين كده لحد ما الشعرية تتشرب من البصل والفلفل الألوان اللي احنا حطيناه. بعدين بنجيب الجزر ونحطه، جزر مبشور، جزرة مبشورة كبيرة كده بنحطها، ونبتدي نقلب فيها لحد برضو ما يتدبل معانا الجزرة شوية. كل ده ما بياخدش وقت، يعني انت لو جعانين وولادك جعانين مش هتكملي نص ساعة وتحضري لهم اجمل واحسن وجبة. كده حطينا. هنجيب بقى الرز البسمتي بتاعنا بعد ما نقعناه شوية. هنحطه ونبتدي نقلب فيه شوية مع المكونات دي. آخر حاجة بقى هنحطها العدس. بعد ما نقلب شوية كده ولحد ما الرز يتشرب من كل المكونات اللي احنا حطيناها، بعدين بنجيب العدس ونحطه عليه. العدس اهو بعد ما صفيناه، بعد ما سلقناه وصفيناه،
نص تسوية، هنقلبه معاه دقيقة كده، وبعدين بنجيب مية سخنة بتغلي ونحطها عليه. حاجات كلها بسيطة وحاجات كلها موجودة في البيت، بس هتعملي أكلة في منتهى الحلاوة ومنتهى الطعامة، وولادك هيقولوا لك كل يوم اعملي لنا من الوجبة دي، لأن طعمها خطير، طعمها ممتاز وريحتها يعني. هنحط معلقة كزبرة وهنحط الكمون، التوابل بتاعتنا، الكمون بنحطه أكتر من الكزبرة شوية، وبعدين بنحط الملح بتاعنا بعد ما نقلبها شوية، بنحط الملح بتاعنا، وبعدين بنحط معلقة صغيرة فلفل أسمر ومكعب مرقة دجاج، ونبتدي نقلب. نحط الملح بتاعنا ونقلب، ونحط المية بتاعتنا اللي بتغلي زي ما اتفقنا انها المية لازم تكون بتغلي لما نحطها، ما نحطش مية ساقعة. الريحة طالعة واجة كده، مالية الريح الشقة يعني. نحط المية السخنة كده ونغطيها على قد عقلة صباع، ونسيبها لحد ما يشرب المية، ونوطي عليها شمعة كده، ونوطي عليها شمعة، نغطيها ونوطي عليها شمعة لحد ما يتشرب المية بتاعتها. وكده اتشربت، هنوطي عليها خالص ونسيبها لمدة حوالي تلت ساعة. يعني هي أخدت تلت ساعة بالظبط وكانت استوت. أو بتاخد تلت ساعة وتستوي. وبكده هنغرفها أهو بعد ما استوت طلعناها. شايفين الرز مفلفل ازاي هو والشعرية بتاعته، في منتهى الجمال ومنتهى الحلاوة، مع طبق سلطة جنب منه، مع طبق سلطة مع البيض. ويا سلام لو في بدنجان مخلل، ياه هتودي الأكلة دي في مكان تاني، بس ما فيش بدنجان مخلل معلش. يا ريت تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت تقولوا لي رأيكم فيه، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، لأن رأيكم بيهمني. وإلى اللقاء في وصفة جديدة طعمه خطير جدا جدا. اللهم صل على النبي. فيا ريت تجربوه وتقولوا لي، ويا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.